كندا كانت واقفة في أوضة النوم وهي لابسة فستان الفرح وفرحانة جدا إنها اتجوزت عاصم أبو المجد، صاحب الشركة وأكتر إنسان بتحبه. في الوقت ده مسك إيدها وقال لها: أنا عارف إن أنتي بتحبيني قوي ومستعدة تعملي أي حاجة علشاني، فعشان كده أنا اتجوزتك، عشان عارف إن أنتي عمرك ما هترفضي لي طلب وهتوافقي إنك تتبرعي بكليتك لمراتي. وفي الوقت ده هي سحبت إيدها من إيده وبصت في عيونه وعيونها كانت كلها دموع وقالت له: هو هو حضرتك قلت إيه؟ أنا مش فاهمة، مرات مين؟ هو حضرتك؟ أيوة أنا متجوز ومراتي عندها مشاكل في الكلى وبجد هكون شاكر ليكي. أنا مستعدة أعملك أي حاجة أنت نفسك فيها، بس بجد توافقي إنك تتبرعي بكليتك ليها. أصل إزاي؟ وبعدها حست إن الدنيا كلها كانت عمالة تلف بيها وما كانتش عارفة تفكر في أي حاجة، وكانت واقفة ساكتة والدموع نازلة من عينها. بجد أنا آسف إن أنا خبيت عليكي، بس ما كانش قدامي حل تاني غير كده. وفي الوقت ده هي قعدت على الأرض، هو قعد جنبها وعيونه كانت كلها دموع. أرجوك يا كندا اوعي تقولي لأ، أرجوكي. انتي مش عارفة حياتي عاملة ازاي وانا بشوف مراتي تعبانة. أنا مش عارف أشوفها تعبانة وأكيد مش هقدر أعيش من غيرها. أنا كل ما أشوف متبرع الدكتور بيقولي ما ينفعش، وانتي الوحيدة اللي هتنفعي. ها، قلتي ايه؟ كندا كانت عمالة بتبص لعيونه وكلها دموع. حاضر، أنا هعمل لك كل اللي انت عايزه. ساعتها اتكلم بفرحة: بجد يا كندا أنا مش عارف أقولك ايه يا حبيبتي، والله أنا مش عارف أقولك ايه. وبعدها قومها من على الأرض وقال لها وهو بيمسح لها دموعها: ما ينفعش عروسة تكون عاملة كده في نفسها، امسحي دموعك. وبعدها تليفونه رن وهو رد، وكانت هديل مراته. هديل وهي بتعيط: لا يا عاصم، أرجوك ارجع ليا تاني، أنا خلاص مش عايزة أي حاجة من الدنيا، حتى لو هموت بس مش هقدر أشوفك في حضن واحدة غيري. أنا مش قادرة، الحقني يا عاصم أنا تعبانة قوي. وبعدها وقعت على الأرض والفون وقع من إيدها. أنا أنا آسف بجد، هديل تعبانة قوي ولازم أمشي، مش هينفع أقعد هنا. كندا كانت بتحاول تتكلم بالعافية: امشي يا عاصم، أنا هكون كويسة. وبعدها مشي عاصم وراح الفيلا، وكانت مراته واقعة في الأرض وعمالة بتعيط: انت كويسة؟ أنا ما قدرتش أسمع صوتك كده، أرجوك يومي. هديل وهي بتمسح دموع عاصم: معقول انت هنا؟ أنا بجد مش عارفة أنا عملت كده ازاي. خلاص يا حبيبي، أنا مش عايزة أي حاجة من الدنيا غير وجودك جنبي، أرجوك طلقها ونعيش اللي باقي من عمري سوا. لا لا، انت لازم تكوني كويسة، أرجوكي. أنا حياتي بدأت من يوم ما اتجوزتك، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. أنا بحبك أوي يا هديل، لازم أشوفك كويسة دايما. موضوع جوازي من كندا بس لحد ما انت ما تاخدي كليتها وتبقي كويسة، لأن أنا مش هقدر أشوفك كده. وبعدها شالها وقام وحطها على السرير. وفي الفيلا اللي كانت فيها كندا، كانت كندا نايمة على الأرض. دخلت صاحبتها كاميليا اللي قربت منها وفضلت تفوق فيها: كندا، كندا قومي يا حبيبتي، انت نايمة في فستان الفرح كده ليه؟ فين عاصم بيه، هو مشي ولا ايه؟ كندا كانت عمالة بتعيط: هو انت ما قلتليش ان عاصم متجوز وان مراته مريضة وهو كان عايز يتجوزني بس عشان خاطر موضوع الكلى ده؟ انا مش فاهمة من كلامك حاجة، ايه علاقتك اصلا بموضوع تعب مراته؟ وعلى فكرة هو اللي طلب مني اني ما اقولش خالص على موضوع جوازه ده. اه بقى، ما انا عرفت ان هو طلع متجوزني عشان خاطر عايز ياخد الكلية بتاعتي عشان مراته تعبانة، مش عشان بيحبني زي ما انا كنت فاهمة. يا نهار مش فايت، ازاي يطلب مني كده؟ وطبعا اكيد انتي مش هتوافقي على الكلام ده. انا لو كنت اعرف كده عمري ما كنت خليتك ابدا توافقي على جوازك منه، لكن انا ما كنتش اعرف. انا مش فارق معايا اي حاجة، خلاص يا كاميليا، المهم دلوقتي ان انا اعيش معاه يومين وانا مبسوطة. انت ما تعرفيش انا بحبه قوي ازاي. ازاي ايه يا بنتي بس؟ ازاي انت اصلا تيجي على نفسك عشان خاطر بتحبيه؟ الحب مش كل حاجة يا كندا، انت هتكوني مبسوطة يعني لما تكوني انت بس اللي بتحبيه وهو لا؟ ما بقاش فارق معايا، خلاص انا مش فارق معايا حاجة. انت ما تعرفيش يا كاميلي انا بحس بايه وهو موجود جنبي. عاصم ده كل حاجة ليا في الدنيا. قومي بس، قومي غيري كده الفستان ده وتعالي ننزل تحت وبعد كده نتكلم، مش هينفع ابدا نتكلم وانتي كده. وبعدها خرجت كاميليا. وفي الوقت ده كندا ابتدت تفتكر يوم ما كانت في الشركة وبعت لها عاصم:
خلينا نرجع في الفلاش ونعرف ايه اللي حصل. كندا كانت واقفة في مكتب عاصم أبو المجد وهو مديها ظهره، وبعدين بص لها وقال لها: أنا عارف يا كندا إن أنت أهلك متوفيين وأنت اللي بتصرفي على نفسك. أنا عايزة أتكلم معاكي في حوار، بس يا ريت توافقي عليه. أنا عايزة أتجوزك. وفي الوقت ده كندا فرحت قوي لأنها كانت بتحبه جدا جدا. وبعدين هو قرب منها وبص في عيونها: أنا عارف إنك عايشة مع كاميليا اللي شغالة معانا هنا في الحسابات. من النهاردة أنت هتروحي الفيلا بتاعتي وتعيشي فيها. آه هو حضرتك بتتكلم بجد؟ هو أنا مش بحلم صح؟ لا طبعا مش بتحلمي، أنا فعلا عايزة أتجوزك يا كندا. بصي بقى، أنا معجب بيكي عشان كده قلت أعرض عليك العرض ده. قلت إيه؟ قلت اللي تشوفه يا عاصم بيه. أنا موافقة. خلاص، يبقى تروحي على فيلتي، تمام؟ وبعدها خرجت وهي فرحانة وراحت المكتب، وكانت كاميليا قاعدة. وأول ما شافتها فرحانة قالت لها: مالك خارجة من عند أستاذ عاصم فرحانة قوي كده ليه؟ هو في حاجة حصلت ولا إيه؟ اللي يشوفك كده يقول إنك اترقيتي. حلم كبير قوي. أنا عمري ما كنت هصدقه. أنتي ممكن تصدقي إن أستاذ عاصم قال إن هو عايز يتجوزني؟ أنا كنت بحبه من أول ما جيت الشركة هنا، بس ما كنتش بقول لحد. أنا ما كنتش فاكرة إن في يوم من الأيام إن هو ممكن يقول إنه بيحبني. وبعدين كمالي قامت من على المكتب بتاعها وقالت بصدمة: أنتي بتقولي إيه؟ إزاي الكلام ده؟ لا يمكن يكون حقيقي، أصل الموضوع يعني. وقبل ما تكمل كلامها دخل عاصم المكتب وقال: أستاذة كاميليا، معلش أنا عايزك في مكتبي دقيقة واحدة بس، يا ريت تيجي ورايا على طول. وفعلا بعدها راحت وراه. تحت أمرك يا عاصم بيه. حضرتك طلبتني ليه؟ اسمعي يا كاميليا، أنا مش عايز كندا تعرف خالص إن أنا متجوز. أنتي فاهمة ولا لأ؟ أنتي عارفة إن مراتي مريضة وأنا محتاج واحدة تكون في حياتي. أكيد مفهوم يا عاصم بيه، بس اللي أنا أعرفه يعني برضو إن أنت بتحب مرات حضرتك جدا، ولا يمكن أبدا تفكر إنك تتجوز عليها. إيه بقى اللي حصل واللي جد؟ عاصم بصلها وعينيه كله شر. أنا بقول كلامي مرة واحدة يا كاميليا، وانت عارفة الكلام كويس قوي، وانت مش عليكي غير تقولي حاضر ونعم وبس. أكيد حاضر، بعد إذن حضرتك. وبعدها خرجت وهي مش عارفة تعمل إيه، تقول لصاحبتها على الحقيقة إنه متجوز، وأكيد ساعتها تخسر شغلها ولا تفضل ساكتة. وبعدها قررت إنها تكون ساكتة. خلينا نرجع تاني. نزلت كندا لكاميليا وقالت لها: انت ليه خبيتي عليا يا كاميليا؟ هو قال لك كده عشان انا افضل على عمية، صح؟ اهدي يا حبيبتي، اهدي. طيب انا بس عملت كده عشان ما تزعليش مني ولا تزعلي منه. انا كنت فاكره انه عايز يتجوزك عشان بيحبك. والله اهدي، خلينا نفكر هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني يا كاميليا؟ انا وافقت وخلاص، وهعمل كده عشان بحبه، مستعدة اضحي باي حاجة علشانه. بس انا والله مش عارفة اقولك ايه على كل اللي انت هتعمليه في نفسك ده. انت عايزة تعملي كده عشان الحب؟ يقطع الحب وسنينه يا شيخة. انت عارفة عاصم بالنسبة لي ايه؟ اكيد انت عارفة، وانا حكيت لك كتير كل حاجة من زمان، صح ولا ايه؟ ماشي انا معاكي، بس برضو مش هينفع اللي انت عايزة تعمليه ده يا حبيبتي. على العموم خلاص، يمكن مع الوقت يلاقي حد يتبرع لها بكليته غيرك. اه صحيح، هو عارف منين ان كليتي انا اللي تنفع مراته؟ هو يعني كان عامل لي تحليل وشاف اني انا انفع ولا لا؟ ايوه صح. هو عارف منين؟ بقولك ايه، سيب الحكايه دي عليا وانا هعرف بالظبط ايه اللي حصل. وعند عاصم اللي كان قاعد جنب هديل لحد ما نامت، وبعدها دخل البلكونه واتصل بكندا، وهي ردت عليه: الو. ايوه يا عاصم، انت اخبارك ايه وما جيتش ليه؟ معلش يا كندا، انا انا اصلي يعني قاعد جنب هديل، اصلها تعبانه جدا ومعرفتش اسيبها خالص. امم طيب ربنا يشفيها. أنا مستعدة أعمل لك اللي أنت عايزه يا عاصم، لو تحب في أي وقت تعمل العملية أنا جاهزة. أنا كنت عارف إنك بتحبيني يا كندا، وهتعملي أي حاجة عشان ترضيني، عشان كده أنا مش عارف أشكرك إزاي. بس بجد بجد أنت إنسانة جميلة قوي. تصبح على خير يا عاصم. وقفلت معاه وفضلت تعيط كتير قوي. وعند عاصم اللي اتنهد، وفي الوقت ده دخلت عليها ديل وقالت له: إيه يا حبيبي مالك؟ بتفكر في إيه؟ وإيه اللي شاغل بالك كده؟ هي وحشتك ولا ايه؟ الزفتة اللي انت سبتها وجيت لي؟ ها؟ لا لا خالص يا قلبي، ولا شغلاني ولا حاجة. انا بفكر فيك انتي وبس. انا بس كان عندي اقتراح كده يا هديل. اقتراح؟ اقتراح ايه يا حبيبي؟ قولي عايز ايه؟
بصي، انت عارفة ان انا نفسي قوي ان اعمل لك العملية وتخرجي من هنا بالسلامة. عشان كده انا بقترح يعني ان انا اخد كندا مراتي ونسافر اي مكان. عشان خاطر برضه هي توافق على العملية وهي راضية. انت بتقول ايه يا عاصم؟ يعني انت عايز تاخد الزفتة دي وتسافر تتفسح انت وهي، وانا بقى قاعدة وانا عارفة انك في حضن واحدة غيري؟ ده انا ممكن اروح فيها يا عاصم. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده. انت عارفة الكلام ده بيوجعني ازاي. ارجوكي بلاش كده. مش انت اللي عايز تسيبني يا عاصم؟ انا مش هسيبك. انا عايزك دايما تبقي كويسة وبخير، وكل اللي بعمله عشان كده وبس. انما انا مش عايز حد غيرك. طيب يا عاصم، انا موافقة بس بشرط. اشرطي زي ما انت عايزة يا حبيبتي. انا تحت امرك في اي حاجة. تكلمني كل شوية، تقولي عملت ايه معاها، اكلتوا ايه، شربتوا ايه، نمتوا امتى وصحيتوا امتى. كل تحركاتكم تكون عندي. انت سامع ولا لا؟ حاضر يا حبيبتي، انا موافق طبعا. انت اغلى حاجة عندي في الدنيا، وانا اعمل اي حاجة عشان خاطر اساعدك. وتاني يوم راح عاصم الشركة، وكانت هناك كاميليا اللي قالت له: صباح الخير يا عاصم بيه. هو ايه اللي حضرتك عملته مع كندا ده؟ ممكن اعرف انت ليه عملت كده؟ على فكرة هي ما تستاهلش منك كل ده. على فكرة دي مراتي، وانا مش هسمح لاي حد انه يتدخل في حياتي. دي حياتنا انا وهي وبس. وبعدين يعني هي كانت اشتكيت لك ولا ايه؟ خليكي في حالك يا كاميليا. ده لو مش عايزة يعني تترفدي من الشغل. انا مش بتدخل في حياتكم يا عاصم بيه. انا بس بقول على الغلبانة دي انها ما تستاهلش ابدا انك تعمل فيها كده. بجد كندا دي رقيقة قوي، واديك شفت انها عايزة تضحي بنفسها علشانك. وانا مقدر ده كويس جدا، وعشان كده انا هاخدها ونطلع يومين شرم. هنقضيهم هناك، واعتبر ان احنا رايحين شهر العسل. لا والله، كتر خيرك يا فندم. انت مش مقصر الصراحة. بس على العموم دي حياتكم، حياتكم وانتوا حرين فيها. بعد اذن حضرتك. خرجت كاميليا من عنده، وبعدها مشي عاصم وراح لكندا اللي كانت قاعدة لوحدها. وأول ما شافته قالت بفرحة: الحمد لله على السلامة يا عاصم. اتأخرت عليا قوي كده ليه؟ معلش يا كندا، أنا أصلي كنت في الشركة، لسه مخلص شغل دلوقتي. انتي عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. أنا بخير يا عاصم طول ما انت بخير. أنا أنا دلوقتي حاسة يعني إن الدنيا مش سايعاني. يلا ادخل غير هدومك وأنا هدخل أحضر لك الأكل. طب بقولك ايه، أنا حجزت أسبوع في شرم، واحتمال أسافر كمان يومين. كندا بحزن: طيب طبعا رايح انت والمدام، مش كده برضو؟ لا، أنا مش رايح أنا والمدام، أنا رايح أنا وإنتي وبس. هنروح كده نقضي شهر العسل هناك. قلتي إيه؟ كندا سقفت وقالت بفرحة زي الأطفال: بجد؟ بجد يا عاصم؟ أنا مش مصدقة والله. ربنا يخليك ليا يا رب، وما يحرمنيش منك. أنا مش عارفة أوصف لك فرحتي عاملة إزاي. أنا كان نفسي أسافر قوي. خلاص، أديني هخليكي تسافري أهو. عايزك بكرة تكوني جهزت لنا الشنط والحاجات كلها. ماشي؟ من عينيا طبعا يا عاصم. أنا هعمل كل اللي أنت عايزه، بس المهم إننا نسافر أنا وأنت وبس. أنا وأنت لوحدنا. طيب أنا هاكل معاكي دلوقتي، وبعدها همشي لأني مش هينفع أبات هنا عشان مراتي تعبانة، وأنا مش هقدر أسيبها لوحدها. أكيد طبعا، ربنا يشفيها. أنا هعمل لك الأكل عشان تلحق ترجع لها البيت هناك قبل ما هي يعني تقلق عليك. ودخلت كندا وهي بتجهز الأكل، وفضلت تعيط على حظها، وقالت لنفسها: يا ربي، أنا ليه بيحصل معايا كده؟ بقى أنا علشان بحبه أضحي بكل حاجة، لدرجة إن أنا مستعدة إن أنا أضحي بصحتي كمان، وهو ولا على باله. قال إيه؟ هياخدني يفسحني قال. وبعدها فعلا عملت الأكل وخرجت بيه، وهو قال لها: الأكل تحفة، تسلم إيدك يا كندا. ألف هنا وشفا على قلبك، يلا كمل أكلك. كانت عمالة بتبصله. وبعدها عاصم قعد على الكنبة وراح في النوم. كندا قعدت جنبه، بقت بتمشي ايدها على وشه: أنا بحبك أوي يا عاصم، نفسي بجد تحس بيا وتعرف إنك أغلى حد في حياتي. وبسيته من قرطه وسابته نايم. هدير كانت عمالة بترن عليه، وكندا عملت التليفون سايلنت. وهدير بعتت له رسالة: انت فين يا عاصم؟ ما جيتش ليه؟ هو انت لسه عند الست هانم بتاعتك؟ بقى انا محتاجة لك جنبي تعمل كده. وبعدها عاصم فضل نايم لحد تاني يوم. وبعدها في الشركة كاميليا دخلت عند حمدي ال HR بتاع الشركة، وقالت له:
صباح الخير يا حمدي. أنا كنت عايزة أسألك على حاجة كده. حمدي كان معجب بكاميليا وفرح لما شافها. مين؟ ست البنات كلهم؟ أمورين يا أمر. خير يا ست البنات، يا جميلة الجميلات. مالك يا حمدي؟ ايه كلام الغزل ده كله؟ ده عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ عشان ايه بس؟ ده انا ما صدقت انك جيتي عندي هنا في مكتبي. هو انت ما تعرفيش غلاوتك عندي يا انسه كاميليا؟ دي غلاوه عاليه قوي والله. امم طب هنشوف الموضوع ده بعدين. انا بس كنت عايزه اسالك، هو موضوع الكشف الطبي اللي بيحصل في الشركه لاي حد بيجي يقدم هنا، ايه التحاليل اللي ممكن تطلبوها؟ انا يعني اصل نسيت. انت عارف يعني ان انا بقالي هنا كام سنه. في الحياه يا نسا كاميليا، احنا بنطلب تحاليل شامله، كل حاجه تخص الجسم، عشان نتاكد تماما ان الموظف اللي يشتغل عندنا يبقى خالي من اي مرض. قلتلي. ماشي يا حمدي، متشكرة قوي، بعد إذنك. الله، طب ما ليه؟ ما انتي قاعدة شوية. ليه؟ هو أنا فاضيالك؟ بعد إذنك. وفي الفيلا عند كندا، عاصم بيتقلب، بيفتح عينه، لقى كندا نايمة جنبه على الكرسي. كان بيبص يمين وشمال. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو أنا نمت هنا؟ ازاي؟ كندا، كندا، كندا بخضة. صباح الخير. انت صحيت؟ انا ازاي نمت هنا؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ابدا يعني، انت تقلت في الاكل بالليل وبعدها لقيتك نمت، قلت اسيبك، والله هو ده اللي حصل بس. انتي بني ادمه مستهتره جدا. هو انا مش قلتلك ان انا لازم اروح ابات مع مراتي؟ انت ازاي تسيبيني انام عندك هنا؟ انت بتزعلي ليه؟ هو انا ذنبي ايه يعني انك نمت هنا؟ وبعدين انت كان باين عليك الارهاق، وشكلك ما كنتش نمت بقالك يومين. انا مالي يعني؟ على العموم انا اسفه، انا غلطانه، ارتحت كده. وبعدها سابته ودخلت الأوضة. فضلت تعيط جامد، وهو حس إن هو زودها معاها. دخل وراها. أنا أنا آسف يا كندا، حقك عليا. أنا بس يعني عشان زي ما قلتلك إنها تعبانة يعني ومش هينفع أسيبها لوحدها. روح يا عاصم، روح اتفضل، روح لها. طب إحنا هنسافر بكرة ماشي؟ خلي بالك من نفسك. وجي يمشي ندهت عليه. استنى يا عاصم. رجع وبص لها، بصت في عيونه وهو كمان بص في عيونها قوي. ساعتها هي اتكلمت وقالت: أنا عايزة أقولك إن أنا ماليش أهل، ومن ساعة ما أنت طلبت مني إن أنا أتجوزك وإنك اتجوزتني، وأنا اعتبرتك أهلي، اعتبرتك أبويا وأخويا وكل حاجة ليا. عشان كده أنا نفسي يعني تحس بيا. كندا، أنا لازم أمشي، بعد إذنك. ومشي بسرعة، وهي نهارت من العياط. ورجع البيت عند مراته، اللي أول ما شافته قالت له: كده يا عاصم؟ بقى كده تروح وتبات مع الزفتة اللي انت اتجوزتها وتسيبني لوحدي؟ افرض يعني كان حصل لي حاجة، ها؟ كنت هتبقى مبسوط مش كده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده بس يا حبيبتي؟ هو انا اقدر استغنى عنك؟ يا هديل، يا هديل، ده انت حياتي ودنيتي. بس كل الحكاية بس ان انا غفلت عندها. ويا ترى بقى عملت ايه معاها؟ طبعا، ما انت قاعد جنبها ولا لمستها يا هديل. لازم تعرفي ان انا مش بحب غيرك انت يا حبيبتي. وقرب منها وفضل معاها. وراحت كاميليا لكندا وقالت لها: هو انا كل لما اجي الاقيكي بتعيطي وعامله في نفسك كده؟ الله يخرب بيتك يا عاصم بيه. لا، لا ارجوكي يا كاميليا، بلاش تدعي عليه. عاصم ما يستاهلش كده. والنبي ايه بقى بعد اللي هو عمله فيكي ده وانتي بتقولي ما تدعيش عليه؟ انتي لو كل الناس زي كده يا كندا مش هيبقى لا في كره ولا حقد في الدنيا. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي والله. ما هو قليل البخت كده يا كاميليا، بيبقى قلبه أبيض، هو مش بيشيل من حد أبدا. والله يا بنتي يا ريت الناس كلها قلبها زي قلبك كده. صحيح، مش أنا عرفت هو عارف منين إنك انتي سليمة وكليتك تنفع مراته؟ انتي فاكرة تحاليل اللي بيعملها أي حد بيقدم للشركة؟ أهو منها بقى عرف إنك تنفعي. يعني لو كان لقى واحدة تانية من الشركة كليتها تنفع، كان اتجوزها بس عشان خاطر مراته. كمال يتطابت عليها: ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، انتي تقدري تطلقي منه لو مش عايزاه. لا طبعا، انا ما صدقت ان انا اتجوزه يا كاميليا. انتي ما تعرفيش عاصم بالنسبه لي ايه. وبعدها سابتها ومشيت، وهو راح لكندا، وكانت بتاخد دش وخارجه بالفوطه اللي لفها عليها، واتخضت اول ما شافته. عاصم؟
انت هنا من امتى؟ عاصم كان بيبص عليها جامد. انا هنا من شوية. انتي جهزتي كل حاجة؟ احنا هنسافر بكرة. ايوه انا مجهزة كل حاجة. هو احنا هنمشي على امتى كده؟ انا هعدي عليكي بدري عشان نقدر نروح بدري، عشان حجز الفندق. انت عارفة ان انا لازم استلم الأوضة الصبح. كان بيتكلم وهو بيبص عليها جدا. أم طيب يعني ممكن تخرج عشان ألبس هدومي بعد إذنك؟ ها؟ طبعا اتفضلي البسي. أنا خارج بره أهو. بس ما تتأخريش ماشي؟ لأني جاي بسرعة وماشي على طول. خرج وهو كان عمال بيفكر فيها. عجبته جدا. طلع سيجارة وفضل يشرب فيها بغيظ. وبعدها كندا خرجت بعد ما لبست هدومها. تحب أعمل لك حاجة تاكلها يا عاصم؟ عاصم فضل يبص لها وهو قلبه بيدق جامد. قرب منها. هي توترت من قربه. هو في ايه يا عاصم؟ مالك كده؟ عاصم فضل يقرب منها وهي كان قلبها بيدق جامد. كان مقرب قوي. وفجأة عاصم افتكر مراته. أنا لازم أمشي دلوقتي. بكرة الصبح أعدي عليكي تكوني جاهزة. تمام؟ وسابها ومشي بسرعة. وهي قعدت على الأرض وحضنت نفسها. فضلت تعيط جامد. وهو رجع البيت لمراته. تعرف إن أنا مش عايزة الصبح ده يجي خالص يا عاصم؟ أنا مش قادرة أبدا أتصور إنك هتبعد عني كده. هتبعد يا عاصم؟ أنا اتفقت بقى يا هديل إننا لازم نستحمل شوية. أنا عايزك تبقي كويسة وبس. ماشي؟ أديني مستحملة أهو يا عاصم. لما أشوف آخرتها معاك إيه. بس زي ما قلت لك. أنت سامع ولا لأ؟ كل حاجة توصل لي. يعني كأنه تقرير بالظبط يبقى عندي. وإلا والله هاجي معاكم أحسن. مش هينفع يا حبيبتي. انت عارفة ان انت لا حمل سفر ولا مروح ولا مجي. انا هعمل كل اللي انت عايزاه. خلاص بقى يا هدير. يلا عشان تاخدي الدواء بتاعك وتنامي. وبعدها اداها الدواء ونيمها في السرير. ونزل قعد تحت وهو بيشرب سيجارة وبيفكر في كندا. قد ايه هي جميلة قوي. لانه محروم من انه يقرب من مراته بسبب التعب اللي عندها. مسك تليفونه ورن عليها. الو. ايوه يا عاصم. انت لسه صاحي؟ ايوه. أنا مش جايلي نوم. قوليلي أنتِ صاحية لحد دلوقتي ليه؟ أبدًا. أنا أصلًا مش بانام. أنا بافضل صاحية كده كل ليلة لحد ما النهار ما يطلع وبعدها أنام شوية. طب وليه يا كندا؟ ليه بتعملي كده؟ عشان باخاف يا عاصم. باخاف وأنا لوحدي. باستنى يعني لحد لما النور يطلع وبعدها باحاول أنام شوية. عاصم لما سمعها صعبت عليه. سرح شوية. هي قالت: ألو. ألو عاصم. أنت رحت فين؟ ها؟ أنا معاك يا كندا. تقريبا كده الشبكة فيها حاجة. طب أنا هقفل دلوقتي. ماشي يا عاصم. مع السلامة. وقفلت معاه. فضلت قاعدة حزينة. وهو طلع يبص على مراته اللي في سابع نومة. دخل لبس هدومه وراح بسرعة لكندا اللي كانت على السرير وصاحية. ولما شافته قالت: عاصم، أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ عشان حسيت إن أنا محتاجة أبقى معاكي. إيه؟ مش عايزاني؟ بالعكس. أنا مبسوطة أوي إنك هنا. طب هو أنا بحلم ولا أنت بجد معايا هنا يا عاصم؟ عاصم قرب منها أوي وقال بهمس: لا مش بتحلمي. أنا هنا معاكي أهو يا كندا. وأنت معايا. تعرفي إن أنت حلوة أوي. يا سلام. أول مرة تقولي كلام حلو يا عاصم. ليه؟ هو أنت ما كنتش واخد بالك مني قبل كده ولا إيه؟ أنا كنت عارف إنك حلوة بس ما كنتش أعرف إنك حلوة أوي كده. بجد أنت زي القمر. تعالي. كندا قلبها بيدق. عاصم، أنت متأكد إنك بجد؟ أنا عايز جدا يا كندا. أنت ما تعرفيش أنا جوايا إيه بجد. لأني بجد محتاجك باللحظة دي قوي. كندا قربت منه وقلبها كان بيدق جامد. هو قرب منها. هما الاتنين فضلوا وقت مع بعض. وبعد شوية كان نايم جنبها على السرير. وهي قالت له: أنا مش مصدقة اللي حصل ده. أنا بحبك قوي يا عاصم. وبجد كنت طايرة من السعادة. وحاسة إن أنا في عالم تاني. عاصم كان سرحان في مراته وبيقول لنفسه: هي ليه هديل ما بقتش بتديني اللي أنا محتاجه؟ بس كندا طلعت أجمل وأحلى. بس ما تنساش يا عاصم، هديل حبيبتك من الأول. وأنت مش هتقدر أبدا تستغنى عنها. عاصم. عاصم أنت سرحان في إيه؟ ها؟ أنت بتكلميني يا كندا؟ أيوة. في إيه يا عاصم؟ أنت مش معايا خالص ليه كده؟ أنت بتفكر في إيه؟ بفكر فيكي وفي أحلى ليلة قضيتها في حياتي معاكي. أنا بجد مبسوط قوي وأنا معاكي. أنا اللي كنت مبسوطة قوي على فكرة.
طب أنا هقوم بقى وهرجع البيت هناك، والصبح هعدي عليك عشان نروح على شرم زي ما اتفقنا. حتى بعد كل ده مش قادر حتى إنك تبات معايا هنا وتكمل جميلة؟ هي للدرجة دي حاجة كبيرة عندك؟ يا رب أخد مكان في قلبك زيها. مش وقت الكلام ده، أنا لازم أمشي دلوقتي، وإنتي جهزي نفسك الصبح بدري لأن هعدي عليكي. يلا سلام. وفعلا بعدها قام وغير هدومه ومشي. وتاني يوم الصبح هادي قالت له: اوعى ما تعملش اللي أنا طلبته منك يا عاصم، أنت سامع؟ عارف يا قلبي، ما تقلقيش بقى، أنت عارفة إن أنا من نفسي هتلاقيني بكلمك وبقولك على كل اللي بعمله، بس أنت بقى مش كل شوية تفكريني. بعدها مشي عاصم وراح أخد كندا وسافروا. الجو هنا تحفة يا عاصم. تعرف إن أنا نفسي أول أسبوع ده ما يخلص عشان أنا أفضل معاك هنا على طول؟ عارف طبعا. على العموم الأسبوع هيخلص وهنرجع عشان خاطر تعملي العملية. عملية؟ بالسرعة دي كده يا عاصم؟ أنا كنت فاكرة إيه يا كندا؟ هو إحنا مش متفقين من الأول ولا إيه؟ إحنا متفقين على كل حاجة. والله الظاهر كده أنتي نسيتي. لا ما نسيتش طبعا، وقلت لك قبل كده أنا كلي ملكك يا عاصم، وأنت تعمل فيا اللي أنت عايزه، بس المهم إنك تبقى راضي عني وتحبني. والله أنا مش عايزة أي حاجة من الدنيا غير كده. عاصم بص في عينها، حط إيده على وشها وقال: دي جميلة أوي يا كندا، وأنا مبسوط إنك في حياتي، لأني مش هلاقي حد ممكن يرحب نفسه كده زيك. أنت لو قلت لي ارمي نفسك دلوقتي من هنا، أنا هرمي نفسي يا عاصم. أنت ما تعرفش أنا بحبك قد إيه. عاصم قرب منها، وبعد وقت كانوا نزلوا يتفسحوا هما الاتنين. قعدوا على البحر، ونسي خالص الاتفاق اللي كانت قالت عليه هديل، وبقت تبعت له رسايل، بس ما كانش بيشوفها غير بالليل. وفي يوم قال لهديل: في ايه بس يا حبيبتي؟ مالك كده؟ بقى كده يا عاصم؟ بقى كده؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ بقى تعمل فيا كده؟ اخصى عليك، انا زعلانه منك قوي. يا حبيبتي معلش، اصل انا يعني بصي يعني مشغول شويه. خلاص ما تزعليش مني يا قلبي. وانت بقى ايه اللي شغلك عني ان شاء الله؟ انا مش عارفه انا اخلص امتى بقى من حوار الجواز بتاعك ده. انا كان عقلي فين لما وافقت على الجوازه الهبابه دي. خلاص بقى يا هديل، مش وقت الكلام ده يا حبيبتي. يلا بقى مع السلامه دلوقتي، هبقى اكلمك بعدين. قفل معاها ودخل الكنده. اتفضل يا حبيبي، الشاي اللي انت طلبته اهو. تسلم ايدك يا كنده. ايه مالك، في ايه؟ هي المكالمه دي زعلتك ولا ايه؟ ها؟ لا أبدا، ما فيش حاجة. على فكرة انتي زي القمر. راحت قعدت جنبه، وعدت الأيام والأسبوع خلص، وعاصم اتعلق بكندا قوي. وفي يوم عاصم قال لها: الأسبوع خلص بسرعة قوي مش كده؟ هي الأيام الحلوة كده بتعدي بسرعة قوي يا عاصم. المهم إن أنا انبسطت قوي وأنا جنبك ومعاك. أنت طول ما أنت جنبي أنا بعيش أحلى أيام في عمري وأنا جنبك. أنا كمان يا كندا، كانت أحلى أيام وأنا معاكي هنا. بجد أنا ما كنتش أعرف إني هتعلق بيكي للدرجة دي وأحبك كده. أنت عملتي فيا إيه بس؟ أنا ما عملتش حاجة، أنت اللي وقعت لوحدك. أنت مليتي عليا حياتي كلها. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ويخليك ليا يا حبيبي يا رب. ورجع عاصم، وأول ما هديل شافته قالت له: الحمد لله على السلامة يا حبيبي، أنت ما تعرفش أنت وحشتني قد إيه. وأنت كمان يا حبيبتي وحشتيني. قولي، انبسطت في الرحلة معاها؟ أها. لا خالص طبعا، هو أنا يعني أقدر أنبسط وأنا بعيد عنك؟ طب ما تنساش، الدكتور خلاص ميعاده قرب، وقرب يعني إنه يحدد ميعاد العملية. الخبر زعله قوي. طيب، إن شاء الله. أنا هطلع غير هدومي. وبعدها عدت الأيام، وبعد مرور شهرين عاصم ما بقاش قادر يستغنى عن كندا. وهديل حست إن هو بقى بيحبها. راحت للدكتور: اسمع بقى، لما اقول لك انت لازم تتصرف وتعمل العمليه للبنت دي. تاني يا مدام هديل، ما انا قلت لك انت مش هينفع تعملي اي عمليه عشان الكانسر اللي عندك، واللي عاصم ما يعرفش عنه اي حاجه. وانا اتفقت معاك انك هتقول له كده عشان تاخد كليه البنت دي. انا عايزه ادمرها وتحط لي كليتها. ارجوك يا دكتور، لازم اعيش وهي تروح في داهيه. وبعدين انا بدفع لك فلوس كتيره قوي كده ليه؟ مش عشان تعمل اللي انا بطلبه منك؟ خلاص يا مدام هديل، أنا تحت أمرك. وعندك أنت اللي عرفت إنها حامل وقررت إنها تعمل مفاجأة لعاصم وراح لها. إيه ده كله يا كندا؟ شموع وأكل حلو ورومانسية. إيه الدلع ده كله؟ الدلع ده يا حبيبي عشان عايزة أقول لك خبر هيفرحك قوي قوي يا عاصم.
وإيه بقى الخبر الحلو ده يا حبيبتي؟ فجأة تليفونه رن، وكان الدكتور. أيوة يا عاصم بيه، أرجوك الحقنا بسرعة، مدام هديل هتروح، لازم تعمل العملية دلوقتي حالا، أرجوك تعالى. أنت بتقول إيه؟ طيب أنا جاي حالا. وقفل معاه. وكندا قالت له: في إيه يا عاصم؟ إيه اللي حصل؟ كندا: جهزي نفسك للعملية دلوقتي حالا، يلا بينا على المستشفى. بس أنا خلاص مش هعمل العملية دي يا عاصم، أنا مش عايزة أتبرع بكليتي. نعم يا روح ماما، إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ إزاي يعني؟ هو إحنا مش متفقين على كده من الأول؟ أيوة كنا متفقين، بس خلاص مش هينفع أعمل كده. وليه بقى إن شاء الله؟ اوعي تكوني صدقتي نفسك يا بت. لا فوقي، أنا متجوزك عشان هديل مراتي، سامعة؟ يلا قدامي على المستشفى، يلا. كندا بصت له وقلبها كله حزن، فضلت تعيط ومشيت معاه وراحوا على المستشفى. وهناك الدكتور قال لهم: للأسف المدام اتوفت، حضرتك اتأخرت عليها جدا، عشان كده حالتها اتدهورت وتوفت. أنا آسف، البقاء لله. أنت بتقول إيه يا دكتور؟ لا لا، أكيد في حاجة غلط، أرجوك يا دكتور أنت لازم تعمل حاجة، أنا جبت المتبرعة أهي. خلاص مبقاش ينفع، أنا آسف جدا، شد حيلك يا عاصم بيه. وبعدها فضل عاصم يضرب في كندا ويقول لها: انتي السبب، أنا ما كانش لازم أحب أبدا، دي إنسانة زبالة، امشي من قدامي، امشي من هنا انتي طالق. ومشيت كندا وهي منهارة من العياط وراحت عند كاميليا. ايه ده؟ في ايه يا كندا؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل بس؟ اهدي عشان أعرف في ايه. عاصم طلقني يا كاميليا، طلقني عشان مراته ماتت، أنا مش عارفة أعمل ايه. يا ريتني كنت انا اللي مت، يا ريتني كنت حكيت له على كل حاجه وقلت له على الحمل، يا ريتني. بس انتي كده غلطانه يا كندا، كان لازم تعرفي انك حامل وانك مش هينفع تعملي العمليه عشان الحمل، ساعتها اكيد كان هيفرح. لا يا كماليا، لا، عاصم عمره ما حبني، هو كان قريب مني عشان مراته كانت مقصره معاه، هو كان عايز يكمل النقص ده معايا، بس انا خلاص مش عايزاه، وهعيش لابني ولا لبنتي وبس. طب استهدي بالله بس، واحنا هنشوف حل في الحكاية دي. وعند عاصم راحت السكرتيرة اللي بتشتغل عند الدكتور اللي كانت هديل متابعة معاه، وقالت له: عاصم بيه، أنا جاية لحضرتك عشان أقولك إن مدام هديل كانت تعبانة بالكانسر وكان منتشر في كل جسمها، وهي لما عرفت كده والدكتور قال لها مش هينفع إنها تعمل عملية زرع كلى وبلاش موضوع نقل الكلية، هي صممت برضو إنها تاخد الكلية من المتبرعة عشان تدمرها. أنا سمعت كل ده بودني. انتي بتقولي إيه؟ معقول أنا بسمعه ده؟ يعني هديل كانت عارفة إنها مش هينفع تعمل زرع ومع ذلك برضو صممت؟ طب ليه كانت عايزة تخلص على كندا؟ أيوة يا فندم، هي دي الحقيقة. على فكرة مدام هديل دي ما كانتش سهلة، دي كانت بتحب نفسها وبس. أنا قلت آجي وأخلص ضميري قدام ربنا، بعد إذنك. ومشيت أحلام، وهو قعد وقال لنفسه: ليه عملتي كده يا هديل؟ ليه دمرتيني بس ليه؟ مش هقول غير ربنا يرحمك. يا ترى كندا هتسامحني على اللي عملته معاها ولا إيه؟ وبعدها راح لكاميليا البيت. أهلا يا عاصم بيه، حضرتك جاي ليه بعد اللي عملته؟ كندا فين يا كاميليا؟ أنا جاية عشان أرجعها البيت، خرجت من جوه وأنا مش راجعة معاك ولا عمري هرجع لك أبدا يا عاصم. كندا أنا آسف والله، أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي، حقك عليا. يلا بينا يا حبيبتي، يلا نرجع بيتنا، أنت طلقتني وأنا مش هينفع أرجع معاك، دي كانت واحدة بس، يعني نقدر نروح لأي مأذون يرجعنا تاني. يلا يا حبيبتي، يلا عشان خاطري، يلا يا كندا، يلا ارجعي مع عاصم، وبعدين كمان عشان خاطر ابنكم، ما هو مش معقول يتربى بعيد عن أبوه. عاصم بصدمة: عشان مين؟ ابننا مين؟ كندا حامل يا عاصم بيه، عشان كده كانت رافضة إنها تعمل العملية، وللأسف أنت ما اديتهاش أي فرصة إنها تقولك. يا حبيبتي أنا مش قادر أصدق نفسي من الفرحة اللي أنا فيها، بقى كده يا كندا تبقي حامل وما تقوليش؟ أنا كنت لسه هقولك، بس أنت اللي ما اديتنيش أي فرصة وضربتني. أنا آسف يا حبيبتي، حقك عليا، ما تزعليش مني. يلا نرجع بيتنا. وشيلها ومشي بيها. وكاميليا قالت: خلي بالك منها يا عاصم بيه، ربنا يساعدكم يا رب. ومشي عاصم ورجع كندا لعصمته، وبعدها عدت الشهور وخلفت وعاشوا مع بعض في سعادة.
ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا إن شاء الله الحكاية الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.